بجد اطلع معايا. لا يا ابني ابدا وامشي، هو انا هاكلك؟ ما اعرفش انا يا عم انت هتطلع بس وانا تتكلم اقول لك امشي، هقول لك امشي، انا هروح ضربك كمان في دماغك. يلا ها. طيب سؤال جاني من احد المتابعين يا كابتن سامح بيقول لي لما اجي اتمرن بوش بول ليجز هنمسك البوش اتمرنها باي طريقه؟ اتمرن 3 تمارين لكل عضله؟ اتمرن لكل عضله الليفه بتاعتها، ولا اتمرن عضله واحده، ولا اعمل ايه بالظبط؟ اتفضل يا كابتن سامح. شكرا تعبناك معانا. معلش بعدين. المهم الفكره كلها لما بنيجي نتمرن اول حاجه، لما نيجي نتمرن صدر، لما نيجي نتمرن على بار او هنتمرن على الجهاز، كده احنا بنفعل معانا 3 عضلات. يعني انا قاعد على الجهاز بتاعي الحمد لله، رحت جيت مسكت وابتديت اشتغل، وقلناها في فيديو سابق، اتفعل معانا ال3 عضلات. اشتغل معانا الصدر بشكل رئيسي، واشتغل معانا التراي بشكل رئيسي لانها هي اللي فردت المرفق، واشتغل معانا الكتف عضله مساعده. يعني هيئوا معاك ان انت لما تيجي تخش بعد كده تمرين كتف كده اشتغل، ولما تيجي تشتغل تراي كده اشتغل. فيكفيك من التمرين او التدريب شكلين لكل عضله او 3، شكل منهم مجمع كومبلكس وشكل عزل، وانتهى الامر. ال3 تفعلوا في المجمع، وبعد كده تاخدهم عزل، شكلين للكتف، عزل شكلين للتراي، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. ايه تاني ممكن نقوله؟ اتمنى تكون وصلت الرساله. اقفل يا ابني.